اهلا بيكم. انا محمد رضوان. موضوع النهارده كنت هتكلم عن ازاي تختار وازاي تشتري من مطور لما تكون بتشتري في مشروع جديد تحت الانشاء. احنا شفنا طبعا في السنين الاخيره ان في مشاريع كتيره اتطرحت في السوق ومشاريع بتتبني ومطورين كتير ظهروا في السوق، خصوصا بعد ظهور طبعا المدن الجديده والاراضي الكتيره اللي اتطرحت وبتتباع للمطورين، زي العاصمه الاداريه والشيخ زايد والساحل الشمالي. فبقى دلوقتي اللي عايز يستثمر في العقارات بيبقى الموضوع محير بالنسبة له، وبيبقى مشتت، وكمان بيبقى خايف انا هشتري فين بالظبط ومين المطور اللي هشتري منه، وايه اللي يضمن لي ان المطور ده كويس وموثوق فيه، ايه اللي يضمن لي ان الراجل ده هينفذ الكلام اللي بيقول عليه. ازاي ابقى مطمن وانا بوقع مع الراجل ده. شوية نقط كده هتكلم فيها، بس خليك فاهم ان مش شرط تكون كل النقط اللي هتكلم فيها دي تكون موجودة، بس على الاقل جزء كبير منها يكون موجود. طيب ندخل في الموضوع. ايه هي النقط دي؟ اول حاجة لازم تفهمها انك مش لازم تكون بتتعامل مع مطور خبرة. موضوع ان مطور لازم يكون خبرة في التطوير العقاري ده مش شرط. كل المطورين الكبار ابتدوا من الصفر برضه، ما كانش حد يعرفهم. المهم انه يكون عنده الرؤية. اليومين دول لازم تشوف مطور يكون عنده مشاريع حتى لو مش عقارية، يكون عنده بيزنس قائم وناجح وبعد كده دخل في التطوير العقاري، فده راجل عنده الرؤية. انما واحد ما عندوش خبرة في اي حاجة ولا تعرف عنه اي حاجة غير ان هو بيتقالك ان هو عنده ملاءة مائية، ودي كلمة بنسمعها كتير، ودي حاجة ما تطمنكش يعني. ده كمان اذا عرفت تتأكد منها. كلمة ملاءة مائية دي مصطلح واسع كده ما تعرفش تحدده مقصود بيه ايه بالظبط. معاه فلوس هيبني بفلوسه يعني؟ ده ما بيحصلش اساسا. فركز كده انك تعرف اي حاجة عن المطور اللي بتشتري منه ده. وكمان مهم ان لازم يكون عنده موقع على الانترنت او على الاقل صفحة على الفيسبوك يكون عارض عليها مشاريعه. لو هو عنده مشاريع عقارية يكون حاطط صور للمشاريع دي، انما يقول لك انا عامل حاجات وتخش ما تلاقيش اي حاجة. انت كمطور سهل عليا ان انا اعرف المعلومات، فخلي بالك من النقطة دي كويس. حاجة كمان لازم تاخد نسخة من العقد. المطور يبعت لك نسخة من العقد تقراها قبل ما تروح توقع، مش وانت رايح وبتوقع تقرا العقد. واحنا من واقع خبراتنا واللي انا بشوفه كتير ان كتير من اللي بيحصل لهم مشاكل بيكون ما قراش العقد، او قرا اول صفحة بس اتاكد من اسمه ومن الوحدة ومساحة الوحدة والكلام ده. طب ما قريتش بقية العقد ليه؟ ما اصل كلهم زي بعض. لا، مش كلهم زي بعض. طبعا غرامات التأخير وغرامات التراجع كلهم واحدة وتقريبا كلهم زي بعض، انما في حاجات ممكن تفاجأ بيها، زي مثلا انك بتشتري وحدة على اساس انها متشطبة وتفاجأ انها مش متشطبة، او مثلا يبقى كاتب لك في العقد 3/4 تشطيب، يكون مثلا هيشطب لك الأرضية او السقف والحيطان يسيبها لك مش متشطبة. وممكن تفاجأ بحاجات تانية كتير، زي مثلا ان انت اللي هيبقى عليك تشطيب التكييف اللي هي الجريلا والمراوح، وانت تقول يعني المراوح دي هتكلف كام؟ مش مشكله، لا، المراوح دي ممكن تعدي عشرات الالاف. ده كمان انت ممكن تفاجأ ان انت هتخش في التشطيب الاساسي للمبنى، زي مثلا كاميرات المراقبه، انظمه اطفاء الحريق، تلاقي نفسك داخل في كل ده. او تلاقي نفسك ان انت هتدفع السولار بانلز او الالواح الطاقه الشمسيه اللي بتركب فوق المباني. طب دي تكلفتها كام مكتوبه؟ يقول لك لا ما اعرفش، ده وقت لما هنيجي نركب هنشوف الحكومه هتحاسبنا بكام ونقسمها عليكم. فتفاجأ طبعا بمصايب. فمهم جدا ان انت تقرا العقد كويس وتفهمه قبل ما توقع. حاجه كمان مهمه هي الاوتوكاد. ايه الاوتوكاد دي؟ اللي هو الرسم المطابق للواقع اللي انت هتشتريه، مش الفلور بلان اللي هو تقسيمه المكاتب كلها وتلاقي دايره حمراء او علامه او سهم على المكتب بتاعك وتلاقيه عباره عن مستطيل كده مكتوب عليه 50 متر مثلا. لا، لازم الابعاد الحقيقيه للوحده اللي انا هشتريها. في مطورين بيرفضوا ان هم يدوك الورقه دي، يبقى ما تشتريش منه. لازم رسمه الاوتوكاد تكون مرفقه بالعقد ومختومه. حاجه تانية كمان لازم تكون مرفقه بالعقد ومختومه، هي حاجه اسمها محفظه الشيكات. دي عباره عن ايه؟ الشيكات اللي انت بتسلمها بيتعمل بيها شيت فيها كل تفاصيل الشيكات، اسم البنك، رقم الشيك، تاريخ الشيك، قيمه الشيك، كل التفاصيل اللي تخص الشيكات، زي ما يكونوا 20 30 شيك يتعمل بيهم صفحه او صفحتين كده، يبقى مرفوق بالعقد ومختومه ان انت سلمتهم الشيكات دي. وخلي بالك الشيكات اللي انت بتسلمها تكون مسطره، يعني تعمل عليهم شرطتين من الجنب كده من فوق على الناحيه الشمال، علشان المطور بس هو اللي يصرف الفلوس دي والشيكات دي ما تروحش حته تانيه. فدي كمان حاجه مهمه.
حاجه تانية كمان لازم تبقى واخد بالك منها، التعاملات بتاعه المطور او التيم بتاع المطور جوه المكتب بتاعهم بيتعاملوا ازاي؟ بيتعاملوا بحرفيه كده وبيخلصوا كل حاجه بسرعه، ولا يومهم بسنه زي ما بنقول؟ اللي يومه بسنه ده وانت رايح النهارده وبتدفع الفلوس ويومه بسنه، امال لما اروح له يكون عندي مشكله هيعمل ايه؟ شكل المكتب ونظامه ونظافته كل ده مؤشر ان الراجل ده عنده رؤيه. فلازم تبقى واخد بالك من النقطه دي، مش مجرد ناس بيلموا في شيكات ويخشوا يجيب لك العقود وتوقعها وخلاص. حاجه كمان، ما تشتريش مع مطور لمجرد ان المطور او المشروع ده كل الناس بتشتري عنده، او ان هو عامل دعايه ضخمه واعلانات والكلام ده كله. ده مش مؤشر خالص للنجاح. مش معنى ان مطور بيبيع كتير ده مش مؤشر للنجاح. في حاجات كتيره بتجذب الناس انها تشتري، وفي حاجات بقى تانية زي الايجار الالزامي والعائد على المقدم والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. ممكن كمان يكون المطور سعره رخيص فده اللي بيخلي ناس تشتري. وخلي بالك اوعى تشتري من مطور علشان سعره قليل، اوعى يكون هدفك السعر، خصوصا لو السعر مش منطقي. لما يكون كله بيبيع المتر ب 70 و80 الف وواحد بيبيع لي ب 25 الف، طب دي تيجي ازاي؟ ده حتى ما يجيش سعر التكلفه، ده كلام فاضي. والمطور اللي يديك تسهيلات كتيره ويغير لك في خطط السداد بسهوله، ده معناه ان هو مش عارف يبيع، هو مش عارف يعمل ايه، ده مش مطور جدي. فبلاش تدخل نفسك في حاجه زي دي. وكمان ما اشتريش عشان الصور حلوه. انا شايف كتالوجات وشكل الابراج وشكل البيوت واللاندسكيب والبحيرات، حاجه تخض بصراحه. ما يبقاش هو ده السبب اللي يخلينا اشتري. لا، احنا قلنا في نقط كتيره ولازم جزء كبير منها يكون موجود. مش مهم الشكل، المهم الكواليتي. لازم يكون عنده حاجه اقدر اقيس عليها هو فعلا هيسلمني زي ما موجود في الكتالوجات كده. وكمان لازم ازور الموقع، او اخليه يبعت لي صور وفيديوهات لو انا مش موجود في مصر، او اخلي الوسيط العقاري اللي بتعامل معاه يروح يصور الموقع. ده شغل. هو بيقول لي احنا خلصنا 10 ولا 20 ولا 30% من المشروع، احنا طلعنا، احنا حفرنا. لازم اروح واشوف الكلام ده بنفسي. وهو كمان لازم الحاجات دي تكون متحدثه عنده على صفحته اول باول. لو دخلت على صفحته ولقيت حاجه مش موجوده وقال لك انها اتعملت، تبقى ما اتعملتش من الاخر كده. وكمان زيارتك للموقع ده مهم جدا علشان تعرف انت بتشتري فين بالظبط، جنبك ايه، هيكون في ايه. لازم تبقى عارف بالظبط انت بتشتري فين. انما اشتري على عمياني كده زي ما بنقول، ده ما ينفعش. انت بتحط اكبر استثمار ليك في حياتك تقريبا، فما ينفعش اللي انت بتعمله ده. لازم تتاكد من كل حاجه بنفسك. وكمان لازم اتاكد ان الراجل ده اوراقه سليمه. انا دلوقتي اقدر اكلم شركه العاصمه بالتليفون او ايا كان الجهاز المدينه اللي انت بتشتري منه يعني، مش محتاج اروح واتاكد الراجل ده اوراقه سليمه، عليه مشاكل، في اي حاجه، اي مشكله عنده. لازم اتاكد من كل ده. وكمان مهم اسال اللي بيبيع لي المشروع ده ابتدى من امتى، الطرح بتاعه كان امتى ابتدى يبيع. ابتدى مثلا طرح المشروع، ابتدى البيع من سنتين، بقاله سنتين عمال بياخد فلوس ومفيش حاجه اتعملت في الارض، وهو مديني وعد بالاستلام 3 سنين، فده معناه ان انا عندي سنتين تاخير. وكمان لازم اتعامل مع وسيط عقاري محترم، يفضل يكون معرفه او معرفه عن طريق حد، او على الاقل الشركه اللي بنشتغل فيها دي شركه كبيره وسمعتها كويسه. وكمان لازم اروح اتاكد من المكتب بتاع الناس دي. ما ينفعش التعامل كله يبقى بالتليفون. لما اتعامل مع وسيط عقاري اروح اشوف المكتب بتاعهم، شركه كبيره منظمه، المكتب شكله كويس. كمان نفس فكره المطور، النظام المكتب والحرفيه وكل ده. هل هم كل همهم ان هم يمضوا العقد وعينيهم على العموله، انت ما تفرقش معاهم؟ ولا الناس دي فعلا ناس محترمه وبتساعدك بجد؟ انا دايما احب انصح اي وسيط عقاري خصوصا اللي داخل مجال جديد، انك تساعد العميل انه يشتري، مش انك تبيع له. وانت كعميل لازم تحس بكده. طبعا النقاط كتيره بس مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. طبعا اللي محتاج اي حاجه يكلمني اي وقت، وهتلاقوا وسائل التواصل بتاعتي كلها موجوده، سواء رقم التليفون، الايميل، صفحاتي على السوشيال ميديا. شكرا لكم على متابعتكم للفيديو. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو